هعمل معاكم كفته مشويه في الفرن بطريقه سهله وسريعه وبمقادير مظبوطه، والطعم والريحه خطيره زي الجاهزه بالظبط. معايا كيلو من اللحمه المفرومه، 800 جرام من اللحم الاحمر، و200 جرام من الدوش او الدهن. ومعايا بصلايه بشرتها وصفيتها كويس جدا من اي سوائل، ونزلت عليها معلقه من البيكنج باودر ومعلقه من الملح ومعلقه من البابريكا وفلفل اسود ورشه كده حلوه من جوز الطيب. وهنزل كمان بنص كوبايه من البقسماط المطحون. البقسماط هنا بيمتص اي سوائل جوه اللحمه عشان لما اجي اشكلها تبقى متماسكه كويس جدا معايا وما تفكش. ومعايا كمان معلقتين من دبس الرمان. دبس الرمان هنا بيدي لون حلو جدا للحمه، لو حابين تستغنوا عنه مفيش اي مشكله. بفضل بقى اعجن، دي بقى اول تركيه ودي اهم تركيه، ان انا افضل اعجن مش اقل من 10 دقايق. وطبعا لو في كبه تختصر لنا كل الوقت، لازم توصل معانا بالشكل ده. وتاني اهم تركية لازم ادخلها التلاجة لمدة ساعتين او في الفريزر لمدة نص ساعة قبل التسوية. وبعد كده بقى بشكلها بالشكل ده كده. وفي التوقيت ده بكون مولعة الفرن على درجة حرارة 200 او اكتر. لازم تكون درجة حرارة عالية وتكون شغالة قبلها ب10 دقايق عشان يكون الفرن سخن كويس جدا، والكفتة ما تنزلش كل السوائل بتاعتها وتبقى مظبوطة معانا وجوسي كده. بعد ما خلاص شكلتها بالشكل ده، انا عملتها كمان على الخشب بتاع الشيش طاووق كده. شايفين متماسكه ازاي؟ متماسكه كويس جدا ومش بتقع خالص. برصها بالشكل ده او ممكن احطها في الصينيه على طول. ومعايا بقى ميه البصل عليها فلفل اسود ومعلقه من دبس الرمان، ولو مش عندنا دبس رمان ممكن احط كاتشب او احط معجون صلصه. وبعد كده بدهنها بالشكل ده. بدخلها الفرن بقى بتقعد ربع ساعة وبتخرج بالشكل ده، ولو ما خدتش لون بولع عليها الشواية لمدة 10 دقايق كمان. وبجد خطيرة، جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.